يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تحقيق الفريق الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية في اللقاء المؤجل من الجولة 23. وسيلتقي نادي الزمالك مع الاتحاد السكندري في المباراة القادمة ضمن منافسات الجولة 30 لبطولة الدوري العام المصري يوم الاثنين القادم 5 يونيو في 8 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويدخل نادي الزمالك المباراة القادمة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة بعد خوض الفريق 29 مباراة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 40 نقطة. وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت في الجولة 13. وبعد مواجهة نادي الزمالك الاتحاد السكندري في المباراة القادمة، فسيتبقى أمام الفريق 4 مباريات فقط على نهاية موسمه في الدوري المصري لهذا الموسم، حيث سيواجه نادي الزمالك في ال4 جولات المتبقية غزل المحلة والأهلي وفيوتشر وفاركو. وفي حالة فوز نادي الزمالك بكل المباريات المتبقية سيتوقف رصيده عند النقطة 65، ولذلك فيحتاج الزمالك إلى تعثر بيراميدز وفيوتشر في المباريات القادمة ليتوقف نقاط الفريقين عند النقطة 64. وفي حالة تساوي نادي الزمالك مع بيراميدز وفيوتشر فذلك لن يكون في صالحه، لأنه سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لكل فريق.